طبعا الاهلي امبارح متعنا وابدع وتالق لاعبوه. الوضع في تنافس شرس جدا جدا جدا. جماهير الزمالك هتشجع بيراميدز، جماهير الاهلي هتشجع الزمالك انه يكسب. كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراه حفله من الفرص الضائعه. طبعا قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم اللهم امين. طبعا الاهلي امبارح متعنا وابدع وتالق لاعبوه، ويعني امبارح كانت حفله من الفرص الضائعه. الاهلي يعني كسبنا 4، بس كان ممكن نكسب بنتيجه تاريخيه للنادي الاهلي امبارح. الصراحه المباراه حلوه، اللعيبه فايقه، اللعيبه الله اكبر ما شاء الله عليهم مركزين محافظين على نفسهم، في التزام، في روح ما بين اللعيبه، في كيمياء وفي تناغم كده. الاهلي وصل ل 54 نقطه ويواصل ملاحقته لبيراميدز، وكده الاهلي بينقل الضغط على بيراميدز بطريقه كبيره جدا. الوضع في تنافس شرس جدا 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 ومنافسه، يعني حاجه حلوه الصراحه. احنا كمحبين لكره القدم احنا نحب يكون في منافسه ويكون في تنافس شريف، واهم شيء يكون في عداله تحكيميه. امبارح التحكيم الصراحه يعني ما عجبنيش قوي، يعني كان في بعض الاخطاء، كان في لمسات اليد الحكم مش عارف ليه بيتاخر في ان هو يحتسبها، بيستنى الفار يكلمه، تحس ان هو قلقان يحسب حاجه مباشره. ما انت كده كده حتى لو حسبت ومفيش حاجه، ما هو برضو الفار هيكلمك ويقول لك. الحمد لله المباراه طلعت 4-1. ان شاء الله الاهلي هيلعب يوم الثلاث القادم مع طلائع الجيش، ده احنا لسه كسبانينهم 4 برضو، فبالتالي رباعيات الاهلي ورباعيات كولر مستمره، نتمنى انها تستمر باذن الله كمان في مباراه الجيش. والاهم مباراه الجمعه القادمه، المباراه التي ينتظرها عشاق الكره المصريه ما بين الاهلي وبيراميدز لتحديد بطل الدوري المصري. بصوا يا جماعه، علشان نعرف مين بطل الدوري المصري الموسم ده، فهم مباراتي الاهلي وبيراميدز طبعا هيحددوا بنسبه كبيره بطل الدوري المصري، وايضا مباراه الزمالك وبيراميدز. وهنا المفارقات العجيبه ليه؟ لان طبعا الزمالك دلوقتي بيشجع بيراميدز علشان يفوز بالدوري ويمنع النادي الاهلي من الحصول على الدوري وزياده الفارق بين الاهلي والزمالك. طيب المباراه اللي هتكون ما بين الزمالك وبيراميدز، جماهير الزمالك هتشجع بيراميدز، جماهير الاهلي هتشجع الزمالك انه يكسب او يتعادل مع بيراميدز. وهي دي حلاوه الكوره. ولكن انا كل اللي مزعلني ان في كتير من الزملكاويه مش متضايقين على ان الزمالك فقد مركزه الثاني او فقد ان هو يكون منافس مع النادي الاهلي. الزمالك الموسم ده بعيد تماما. باختصار نتكلم عن مباراه امبارح. طبعا انا عايز اتكلم عن حسين الشحات، امام عاشور، وسام ابو علي. يعني الصراحه امام عاشور ولا اروع ولا اجمل ولا احلى، ولسه امام عنده كتير كمان لسه هيقدمه ان شاء الله الى النادي الاهلي. برضو كذلك وسام ابو علي مهاجم محترم جدا جدا جدا، وهو ده المهاجم اللي الاهلي كان بيبحث عنه انه يكون موجود بين صفوفه. ولكن لسه محتاجين ندعم الاهلي ببعض الصفقات، ونرجو من مجلس اداره الاهلي او من لجنه التخطيط والتعاقدات بالنادي الاهلي سرعه اتمام التعاقدات. احمد عبد القادر كان في حاله من النحس حوالين عبد القادر امبارح، ضيع فرص كتير جدا ما كانتش ماشيه مع عبد القادر خالص، ولكنه اجتهد. فجماهير الاهلي تحب اللاعب المجتهد. مفيش مشكله ان انت ضيعت او ان انت ما سجلتش اهداف، بس طالما الجماهير شافتك ان انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك بالتالي مفيش مشكله. برضو كذلك موضوع كهربا واستبعاد كهربا، الحمد لله كهربا هينضم لتدريبات النادي الاهلي، وهنشوفه الايام اللي جايه باذن الله هيتم حل المشكله ما بين كولر وكهربا. كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراه طلع واتكلم وقال ان هو الجو، درجه حراره الجو اثرت على اللاعبين في المباراه طبعا. وقال كمان ان هو في فتره البريك قال للاعيبه الاهلي حاولوا تستغلوا المساحات علشان تحرزوا اهداف، وبالتالي نستريح في المباراه ونحقق المكسب بسرعه في المباراه. طبعا كولر قال بعد ما احرزنا 3 اهداف او احرزنا الهدف الاول اصبحت المباراه
مفتوحه والمباراه سهلت للنادي الاهلي. طبعا مباراه الاهلي والداخليه الدور الاول اللي كانت لسه ملعوبه برضو الاهلي كسبها بصعوبه جدا او كسبها بالعافيه، ولكن المباراه دي علشان اللعيبه خدتها بكل جديه فبالتالي سهلت على نفسها وعلى جماهيرها المباراه. وقال كمان ان لما دخل في النادي الاهلي هدف شعر بضيق شديد جدا جدا جدا، ولكن سريعا لما الاهلي احرز الهدف الرابع فيعني اصبح يمتلئ السعاده وان هو كان مبسوط. وقال كمان لما اتسال انت ليه في بعض اللعيبه بنشوفها ما بتلعبش خالص في النادي الاهلي، طبعا زي كريستو والكلام ده كله ورضا سليم مشاركاته قليله في الفتره الاخيره، فهو قال انا بشارك اللعيبه بناء على التدريبات وليس الاسامي او المباريات. بمعنى ان هو لو شاف لاعب في النادي الاهلي بيتدرب بشكل كويس وبمعنى الاصح كده المعنى المصري بيموت نفسه في التدريبات، بالتالي هيكون ليه الاحقيه انه يشترك في المباريات. ولكن لو اشركت لاعب من غير ما يجتهد في التدريبات بالتالي هكون انا بظلم هذا اللاعب او بظلم لاعيبه اخرين بيتمرنوا او بيتدربوا بصوره اقوى منه. دي تصريحات كولر بعد المباراه. عايز اقول لكم حاجه اخيره مهمه جدا، الرخصه افريقيا للزمالك وبيراميدز خلاص بنسبه كبيره هيتم منحهم الرخصه. الزمالك مع خالد بوطيب تم حل الموضوع بصوره وديه ان هم اتفقوا على تسويه المديونيه اللي على الزمالك لخالد بوطيب على تقسيطها على دفعات، وبالتالي تمت الموافقه على رخصه نادي الزمالك. ايضا بيراميدز الفلوس اللي على بيراميدز لنادي النجوم لسه ممكن تتسدد كمان فتره، فبالتالي هيأثر على رخصه بيراميدز البطوله القادمه او افريقيا السنه القادمه مش السنه دي في حاله عدم دفع بيراميدز الفلوس او المديونيه اللي على النادي. دي كده مواضيعنا ودي حلقتنا. اتمنى دايما اشوفكم بافضل صحه وافضل حال. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. شكرا ليكم. سلام عليكم.